السلام عليكم الشبيبه والرياضه. بيس. السلام عليكم الشبيبه والرياضه تاعنا كالعاده. يضرا رانا ولينا فيديو جديد بعد غياب طويل. درنا لاكوب وبدلنا مام ستيل تاع الفيديو تاعنا. مش الفيديو تاعي اللي قبلوا على بالي بلي ما شفتوش. بعد ما جيتوني الكل واحد يقول لي المونتاج تاعك، واحد تقم في المونتاج، واحد تعطينا معلومات مفيده. صاي دوكا درناها شويه فكاهه وشويه معلومات مفيده باش نرضوا لي فان تاعنا. راني خممت فيكم يضرا. الفيديو تاعنا اليوم اللي هو نقسموا دراهم. اليوم راح نقسموا دراهم. عجباتك؟ نقسموا دراهم. بالك صح وقيله كان نقسموا لا والو، نقسموا خالتك. اسمح لي. الفيديو تاعنا اليوم اللي هو ابشع طرق التعذيب. عزيزي المشاهد، لا انت كنت حاسب بلي ودي يما كي كانت تحوزك من الدار هذاك راه عقاب. لا مش عقاب. انت اذاك من جيل تاع 2000 اذا الوالده كي تنحي لك التليفون هذاك راه عقاب، ولا كي يطفوا لك المودام هذاك راه عقاب. لا مش عقاب كامل هذاك. اليوم راح تشوف العقاب تاع الصح. اليوم راح تشوف عقاب يا واحد. لا قبل ما نبداو ما تنساش كيما راك دركا جيم الفيديو، بارطاج، ابوني لاشين. خلينا نبداو. اول طريقه اليوم راح نتناولوها معناتها راح نشوفوها، يعني مش راح ناكلوها ولا متخافش. هذا فيديو مش تاع ماكله، فيديو جينا نهضروا فيه صوالح ثقافه ولا شي حاجه ولا حاجه نضحكوا عليها. مجيناش ناكلو هنا. هيا نوضي سيرمو راك جيعان، تجيب ساندويتش وروح تفرج. اول طريقه هنا رانا نشوفوا فيها في عمي جوجل، اللي هي طريقه الثور النحاسي. استخدمت الطريقه في القرن السادس قبل الميلاد في اثينا. ايوه يعني راهم يقولوا هنا كاين شي واحد كيدير شي حاجه غادي يعاقبوه، غادي يحلوا هذاك الثور، يديروا المجرم الداخل ولا اللي راهم باغيين يعاقبوه يحطوه الداخل، غادي يشعلوه من تحت النار. ايوه يخلوه يتشوط ويخلوا لك فتحه واحده برك اللي هي الفم هذاك تاع الثور، وانت بيان سور تكون الداخل تزغرت وتتقلب، وهم راهم يستمتعوا، راهم يسمعوا فيك تزغرت. قال لك هذه كانوا بكري، قال لك كانوا الملوك يستمتعوا بها، كان يديروها للترفيه. يكون الملك قاعد بيان سور ويستناك انت دير جريمه، ما يقولكش لا ما ديرش الجريمه ويحذرك. لا دير الجريمه صاحبي، بصح اذا حكمتك غادي نديروا لك طريقه الثور. الثور المزغرت. ودروك رايحين نروحوا لثاني طريقه التعذيب، طريقه السلخ. طريقه استخدمها الاشوريون بسلخ جلد الضحايا وهم احياء، وكانت تعلق جلودهم على الجدران لتحذير الاخرين. وي حبيبي، قال لك انا ذاك الوقت، قال لك اللي يدير جريمه غادي يجيبوه يقبضوه يسلخوه جلده بجلده. لا ما نقول لك جبت لك هذه التصويره باش تشوفها، ما نقدرش نروح نجيب لك تصويره تاع واحد يسلخوا فيه. عندك كوراج نروح نجيب لك واحد انسان هنا يسلخوا فيه؟ عندكش. وزيد اكد لي على هذه تعلق جلودهم على الجدران. شيخ قول لي برك، اذا كنت اشوري، اذا كنت انت من الشعب الاشوري، اسكو عندك كوراج باش دير جريمه يا واحد الباطل؟ غادي يحكموا لك جداك ويسلخوك. قول لي لا تسرق ولا دير جريمه. ثالث طريقة تعذيب اللي هي طريقة العذراء الحديدية. طريقة استخدمها مع حاكم التفتيش، حيث يوضع الضحية في تابوت حديدي على شكل دمية فيه صفوف عديدة من المسامير التي تخترق جلد الضحية. ويه حبيبي، غادي يردوك عذراء صاحبي. غادي يردوك عذراء صاحبي إذا درت شي جريمة. غادي يديروك الداخل المسامير، غادي تولي عذراء. ودركا رايحين نروحوا لطريقة واحدة أخرى من طرق التعذيب، وهي طريقة الغرق في القذارة. طريقة استخدمها الفرس القدماء. صاحبي الفرس القدماء كانوا مشهورين غير بالحرب والتعذيب. صاحبي التعذيب داير عندهم الظل. صاحبي غير اللي غلط يتعذب، داروا حرب وطاقوا عليك تتعذب. كنت من الشعب تاعه ودرت جريمة تتعذب صاحبي. التعذيب فيها كيف. وتكون بإجبار الضحية على تناول كمية كبيرة من الحليب والعسل حتى تصاب الضحية بالإسهال. صاحبي غير هنا راهم يقولوا لك بلي ودي رايحين إذا درت جريمة بيان سور يديروك في زورق، يشربوك الحليب ويشربوك العسل. وبيان سور كيما عودنكم زكي العالم زكي، بلي كي تشرب الحليب وتشرب مع العسل غادي يجيك لا دياري بقوة. غادي لا عول ولا إلا كنت معول ولا سروق تجي خارج ولا تكون رايح الخدمة ولا رايح باش تسافر ولا بلاصة بعيدة، عصروك العسل والحليب صاحبي غادي دير حالة بلا دياري. يضرا معلومة شابة، دير جنب. ويصب عليه العسل ويربط في زورق في وسط الماء، ويموت إما بسبب التهام الحشرة له أو يموت غرقا في القذارة.
صاحبي هنا يعني يحطوك في وسط البحر، يربطوك ويشربوك كيما نقولوا حنا الحليب والعسل ويدمروك في وسط البحر ويخلوك راك تتمشى بيان سور وسط البحر، الحشرات ياكلوا فيك كيما كان يقولوا هنايا، ولا دياري دير حاله اضرب. وبيان سور لا ماكله لا شراب لا والو، وتشوف في روحك هكا الدود ياكل فيك وانت فرحان نورمال. قول مزيان اللي ما عايش في زمن الفرصه اصاحبي، راهم داروا لك حاله بلا ديالي. يا عاد لا جداك. طريقه واحده اخرى طرق التعذيب اللي هي الكرسي الصيني. الكرسي الصيني يحكي على روحه بلا ما نحكوا عليه، ما يحتاج شرح، بلا ما نحكي لكم عليه راك تشوف. الصينيين كانوا معروفين يعني من بكري بالسيوفه، الله يبارك دير لك 3 سيوفه في ظهرك، بلا ما نحكوا على الشفرات كيما قالوا هما لتحت في جنبك. هذا كي تشوفوه هذا كرسي اعتراف، هذا قبل ما كي تشوفوه برك تعترف. اعترف صاحبي غير ما كان لا، انت ما تعرف على بالي بلي كي تقعد على دقيقه الاولى راح تعترف، غير بح وقتك واعترف من الاول، لا دير عليا مصلحتك. الله يبارك. كان الكرسي يستخدم في القرن التاسع عشر لاستجواب المتهمين عليه شفرات من جميع الجهات، وكان الجلوس عليه في فترة طويلة يسبب موتا بطيئا ما يجعل الاعتراف أسرع. باينة مش من واحد ما يعترفش إذا الكرسي. قول لي اسكو انت كنت في بلاصتو تقعد هنا ما تعترفش؟ تعترف غادي يخزر فيك الصيني، غير تقعد غادي يقول لك تشينغ تشانغ تشونغ تشينغ تشانغ تشونغ، غادي يجاوبو ثم يجرب. صراك يا عاد لا جداك غادي جبدوها لك انا. وهذه هي الشبيبة والرياضة. هو الفيديو تاعنا تاع اليوم كان طرق التعذيب، الله يبارك كيما شفنا يعني طرق التعذيب كانوا ما شاء الله. الفرس والصينيين انا صاحبي كانوا دايرين حالة معي، والفرس كانوا يديروا شي صوالح وكانوا بصح الصينيين ثاني ماهوش ساهلين. هذه هي كالعادة بلا ما نوصيكم يعني كالعادة ماشي ديما نوصيكم. عجبك الفيديو كالعادة جيم بارطاج ابوني لاشين، على بالي ماكش ابوني لاشين انت راك تفرج بلا ما دير ابوني لاشين. صاحبي تلقى راكي بيس.